وصلوا أجدع ناس، واللي ولد بط ولد كاسلوا أجدع ناس، اللي في ايده البكالوريوس بس في أقرب فرصة يدوس وياكلها بحلال وخلاص، ده أجدع ناس. اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من برنامج اجدع ناس. النهارده حلقه مميزه لان ما فيهاش ضيف، يعني يمكن احنا متعودين في كل حلقه بيبقى فيه ضيف معانا، نجم موجود معانا، وبنستضيف نجم تاني من المجتمع اللي بيكون عامل مشروع واعتمد فيه على نفسه وحاول يساعد بيه الاخرين. النهارده الحلقه بتاعتنا للاسف احنا قعدنا منتظرين النجم يبقى موجود او النجمه تبقى موجوده معانا، لكن ما حدش جه، فبالتالي هعتمد على نفسي بما ان انا يعني المفروض ان انا نجم برضو، فهعتمد على نفسي وابتدي اقدم لكم الحلقه بدون وجود نجم. ليه؟ لان انا بحترم المواعيد جدا، والنجم لما بيجي متاخر يعني بتبقى المساله صعبه، لكن لما بنيجي نتفاجئ شخصيه شفافه انا مثلا عديت عليها كده ومش شايفها. مين؟ لوح بلاستيك قاعد قدامك. مين؟ اني. ايه ده؟ اني. وجيتي امتى؟ انا قاعده من بدري. يا بص الاوفر بقى، بص الاوفر اللي احنا فيه. فنانه جميله رجاء الجداوي. ازيك يا اشرف؟ ازيك يا جميله؟ عامله ايه؟ وبعدين طيب مش تقولوا لي انا هنا ولا ايه؟ انت منوره هنا ومنوره التلفزيون كله. ربنا يخليك. وفنانه يمكن حتى لو احنا بنهزر وبنقول ان حد اتاخر وما جاش وبتاع، يعني من اكتر الفنانات الملتزمات اللي انا قابلتهم في حياتي. مريضه يعني مريضة عندها مرض المواعيد يعني. يعني الميعاد جه ميعاد الحقن. لا والله، يعني حكايه الالتزام دي انت بتعلمها من زمان. يمكن الداخليه. داخليه؟ مدرسه الداخليه كنت. انا قلت ايه انت مالك ومال الداخليه؟ لا. الداخليه 11 سنه داخليه، فعلموني عسكريه خالص. برضو عسكريه يعني. ميعاد تصحي فيه، ميعاد الاكل، ميعاد ميعاد غسل وشك، غسل ايديك، النوم، الصحيان، عمل سريرك، المذاكره، المراجعه، كله مظبوط. دي كان مدارس راهبات. دي برضو لا يعني فعلا بتخلي الواحد بعد كده ان حتى في شغله، يعني انا ببقى متجنن لما بلاقي مثلا ايه ممثل او ممثله جداد وجايين متاخرين ساعتين، الكوبري واقف. بيقولوا حاجه. مامي كانت تعبانه وديتها للدكتور. وبتقول مامي. واللي مش ملتزمه دي استحاله يبقى عندها مامي. وبابي. اما كانت وبابي. بتقول الدكتور ازاي؟ لا ده انا اللي بقوله. انت اللي بتقولي. منوره. ميرسي يا اشرف. احنا في برنامج اجدع ناس بنتكلم عن الناس الجدعان. الناس الجدعان مش لازم واحد يبقى جدع، لكن واحده جدعه. والجدع ده اللي هو بيعتمد على نفسه، ما بيعتمدش على الاخرين، ما بيستناش حد يوظفه، ما بيستناش واسطه. انت واحده من الناس الجدعان دول، يعني يمكن كتير ما يعرفوش لفنانين ان ليهم لا ما مش يوم وليله بقوا فنانين، مش يوم وليله بقوا نجوم، لكن مشوا في مشوار طويل. هو الاغرب كمان انك اما تبقى نجم في مهنه كلها شياكه واناقه وارتبطت خلاص بالعالم الارستقراطي، وتبص ورا شويه تلاقي صوره تانية خالص. مش صوره تانية خالص يعني صوره معارضه لده، ولكن لا، لكن مثلا داخليه من وانا عندي 3 سنين لغايه بقى عندي 14 سنه 11 سنه، فجاه خلل مادي في العيله، استحاله ان اكمل في نفس المدرسه لان مصاريفي كانت غاليه قوي 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 قوي، ولازم اكمل السنتين اللي فاضل لي. فكان قدامي ان لازم اشتغل. اشتغلت وانت 14 سنه؟ اشتغلت وانا عندي 14 سنه. اشتغلت في جراج. هو تعالى اشتغلت في جراج. اشتغلت في جراج في شارع تومان باي، متفرع من سليم الاول، في حدائق القبه. جراج كان فيه المجموعه ال 26
من اتوبيسات النقل العام. كان ملك لفايزي بيه دلاور. فايزي بيه دلاور ده كان شريك في شركه اسمها كروب ألمانية بتعمل كباري وتعمل حاجات تقيلة، وكانوا هم مسؤولين عن شركة ترام القاهرة. كان في شركة اسمها ترام القاهرة، والشركة كانت زمان قوي اسمها سورني كرافت، وبعدين قسموها بقت مجموعات، جزء يودي شبرا وجزء يودي المرج. ده النقل العام قبل ما كان يبقى تبع الحكومه، كان قبل ما تبع يبقى أشخاص. كان خاص. فانا اشتغلت فيه، ما كنتش اعرف اعمل حاجه ابدا. وفايز دلاور كان صديق خالتي، تحيه الله يرحمه، فقلت له انكل فايز انا عايز لازم اشتغل. فقال لي بتعرف تعمل ايه؟ قلت له ما اعرفش اعمل حاجه خالص خالص، وخواجايه بتكلم عربي غلط وكل حاجه، ونتيجه من مدارس الداخليه اجنبي. ايوه. فقال لي طب انا هقعدك في الجراج، الكمساري اللي هيجيب 12 جنيه هياخد ريال بونص. فانا كنت هقعد اقبض ماسكه الحسابات ولا حاجه، قاعده. الكمساري عبده جه، جبت كام النهارده يا عبده؟ جبت 12 جنيه، خد ريال. كل دي شغلتي. كنت باخد تعريفه الصبح من ماما، باكل بيه ساندويتش. تعريفه، احنا عايزين نقول للناس التعريفه لان في ناس كتير تعريفه، انتوا طبعا مش عارفين العمله الغريبه دي. تعريفه ده كان واحنا صغيرين يدونا واحنا رايحين المدرسه تعريفه مخروم، يشبكوه بدبوس مشبك قد كده عشان ما حدش يسرقه، ويمشوا ورانا البواب. لا والله عشان ما نتخطفش، بيشبكوا التعريفه. ايام ما كان التعريفه له قيمه، اللي هو نص القرش. فاشتغلت هناك. كان مرتبي 10 جنيه و17 قرش. ده مرتب. وكان ليا كارنيه مواصلات داخليه، بركب اتوبيس ببلاش طبعا. وما كانش عندي لبس. شوف بقى البارادوكس، التناقض من واحده هتبقى عارضه مصر الاولى والعالم العربي، لواحده ما عندهاش لبس غير زي واحد بيتغسل ونضيف زي الفل وبلبسه تاني، وبقول لا انا بحب قوي الموظف يبقى عنده زي موحد. هو ده اللي حلت البعد. قصدك باللبس الواحد اللي عندك ان ده يبقى يعني موحد. فكنت سعيده جدا جدا جدا. جيت وانا قبضت مره ونزلت، كان شارع فؤاد، كان في محل الغندور بتاع ادوات منزليه وكده، وكان حاطط الحله البريستو اللي بتسوي الفرخه في 10 دقايق دي. فكان امل حياتي ان اشتري لامي حله بريستو. وكان في حاجه اسمها التقسيط القرش السحري، يعني تاخد مكوى وتاخد ما اعرفش حله وتاخد طقم فناجين وايه، وتدفع في الشهر مثلا 10 ساغ. طبعا انتوا الارقام دي مستغربينها، بس هو كان كده على فكره. هو كان كده الكلام ده. عايزه اقول لكم ان الكلام ده كان السنه 58 59. احسبوها انتوا بقى، حاجه فظيعه يعني. كان فوقفت، فجاء مساعد مخرج اسمه عبد العزيز جاد، وخدني اختارني عشان اعمل اول فيلم اللي هو دعاء الكروان. والله يعني من بعد على طول شغلك في النقل؟ واستمريت في النقل. قعدت قد ايه في النقل؟ دعاء الكروان ادوني فيه 50 جنيه. يا سلام. 50 جنيه وجابوا لي فستان وجزمه وجيبونه كده. وده كان ده كل ده قبل عرض الازياء دعاء الكروان؟ لا، قبل عرض الازياء. انا عرضت ازياء بعد في اشاعه حب. هتلاقي ان انا ابتديت اقف اعمل ما اعرفش ازاي ابتديت ابقى مانكا، فاهم ازاي؟ ففي اشاعه حب ابتديت اعرض ازياء. وانا بشتغل في الجراج اتقطعت جزمتي. كانت جزمتي بالي غاليه قوي قوي، ولكن كانت هي اللي عندي. فاتقطعت جزمتي وانا بعدي شريط قطر، اتشنكلت والجزمه اتقطعت. فروضت رجلي على الجزمه 3 اشهر، ربطتها وبقيت امشي اعرج لان ما كانش عندي فلوس اجيب جزمه. حليتي المشكله؟ مع ان الجزمه كان ايامها ودي لمعلوماتكم برضو، كانت الجزمه في محل اسمه كايزك في شارع فؤاد ب 99 قرش جنيه يعني. لا، يدوك قرش ساغ وانت مروح كمان يعني. فده كان حاجه جميله قوي. سبت فايزي بيه دلاور، اختلف مع الشركه وعملوا تفليسه وبتاع، فاشتغلت في شركه الاعلانات المصريه. شركه كانت تابعه لدار الجمهوريه، كانت بتطلع مجله الجيل، وكان فيها 4 جرائد اجنبيه: الجازات ايجيبسيان،
والبروجري ايجيبسيان والايجيبشن جازات والفوس والتاشد روموس، كانوا 4 2 يوناني واحده انجليزي وواحده فرنساوي. فكان انا شغلتي ان انا اترجم شعارات الاعلانات من الفرنسيه للعربيه. اشتغلت هناك، كان مرتبي 18 جنيه. كان مدير الشركه ايامها كان حازم النهري اللي هو ابو طارق النهري. والله. وشغلت فتره وعملت اشاعه حب وعملت غريبه وانا في الشركه دي. وبعدين في يوم الاستاذ طه النمر اللي هو كان مدير البروجري ايجيبسيان نده لي قال لي انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي نجاة علي حسن الجداوي. قال لي انت قالوا لك قريبه الفنانه تحيه كاريوكا. قلت له اه. قال لي بس انت ليه ما قلتيش وانت بتتعيني؟ قلت له عشان هي مش ابويا. يعني انا ليه هقول لك اسم خالتي ايه يعني؟ قال لي لا بس كان لازم تقولي. فانا ما عجبنيش ان هو يكلمني كده. تاني يوم قلت له انا مش جايه تاني هنا. قال لي ليه؟ قلت له كده حضرتك سالت سؤال انت مش من حقك تساله لي. انا مش عايز اشتغل عندك خلاص. وسبت الشغل. فعلا سبت الشغل. رحت دورت على شغل، اشتغلت. بس كنت مثلتي خلاص يعني؟ كنت مثلت بس ما كانش باخد فلوس، يعني باخد 150 جنيه 200 جنيه. وعندي مسؤوليات كتيره قوي. كان جوز اختي اتحط تحت الحراسه وظروفنا كانت صعبه قوي. قضينا سنين كنا مسمينا سنين البطاطس المسلوقه. ايه سنين البطاطس المسلوقه دي؟ كنا بناكل بطاطس مسلوقه مش محمره لان مفيش زيت، ومش بيوريه لان مفيش زبده. ولكن كان بطاطس مسلوقه وبنشبع وحلو قوي. وقدام الناس احنا هايلين جدا. وعمر ما حد حس ان احنا ناقصنا حاجه خالص. ابدا ابدا. بس كان كل واحد بيسعى في اتجاه عشان البيت يفضل شكله حلو. يمكن بص يا اشرف، لما كنت بعرض ازياء وامشي كده والناس يقولوا يا شوفي شياكتها، افتكر الجزمه المقطوعه على طول. ودايما بقول اللي يدوق الجوع مره لازم يفضل دايما فاكر طعمه عشان يحس بالغير. لكن لو شبع ونسي طعم الجوع خلاص. فالناس كلها الوقت اللي بتتخم بتنسى الفقراء، بتنسى ان ليه انسان ممكن يسرق رغيف. القاضي لو بيجوعوه قبلها قعدوه يومين كده من غير ما ياكل هيعرف ليه واحد بيسرق رغيف. لكن هو شبعان هيقول لك معقول في حد يسرق رغيف؟ في اللي مش لاقي هيعمل كده. بس انا بقول ان السعي ده مهم قوي. ان انا اشتغلت بعد كده كنت بترجم بقى، اما بقيت مانكا وبقيت اترجم للمؤتمر الاسيوي الافريقي. يعني شغاله في الترجمه وشغاله في عرض الازياء وشغاله في التمثيل. شغلت المؤتمر الاسيوي الافريقي، كنت بترجم كتيبات. كانت الكلمه ب3 مليم وفي مليم يحفظ للمراجعه. بترجمي بالكلمه؟ ما هو لازم